يا الله قديش إلي غايبة، أقسم بالله اشتقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن حال. طمنوني عنكم بالله عليكم، كل حدا بشوف الفيديو يكتب لي بالكومنتات كيف حالك، كيف اليوم كان. في لحظة ما بتحضروا قاعدين فيها الفيديو احكوا لي كيف يومكم كان، احكوا معي على الكومنتات عادي، هرد عليكم كلياتكم. إلي كتير غايبة يا جماعة، اشتقت أصور. المهم اليوم جاكم في فيديو لقيت نص الكومنتات بس بدها من هذا الفيديو، اللي هو انا بدي انط بس مش عارفه انط، او مش عارف كيف بدي اعمل حركه النط بدون ما اقع. فانا اليوم رح احكي لكم اشياء خفيفه بتساعدكم على النط، بتساعدكم كيف تنطوا بشكل صح وتكونوا اشطر واحسن بالسكيت. زائد اكتبوا لي على الكومنتات شو بدكم اصور لكم حركات انتم مش عارفينها. في طلبوا مني اصور لهم حركات احترافيه انه شوي اصعب تكون، فان شاء الله لقدام هحاول استضيف حدا بالقناه عندي يشرح لكم حركه صعبه، بس اختاروا لي شو هي الحركه اللي بدكم اياها، وان شاء الله خير. ويلا نبدا بفيديونا نسيت الكلام. يلا نبدا بفيديو اليوم مع بعض، يلا. مبدئيا في حجم للعجال بيكون معين عشان تتمالكوا النط. كنصيحة لازم يكونوا الأربع عجال هنا كلهم نفس المقاس، متساويين بالمقاس. إذا ما قدرتوش يكون عندكم العجال كلها متساوية بنفس المقاس اللي هو 80 ملي، بإمكانكم تخلوا العجلين الكبار على الأطراف والصغار بالنص. ليش؟ لأنه لما تيجوا تنطوا لازم يكون في توازن أعلى، فلما نحط الكبار على الأطراف رح يمسك البوت أكتر بالأرض لما ننط. أما لو خلينا الكبار بالنص هيصير البوت يلقلق معنا شوية، يعني يصير يتحرك كتير، فهيك إحنا توازن بيقل عنا. وزي ما أنتوا عارفين إنه الصغار بنحطهم على الأطراف بس لما بدنا نلعب كونز، فإحنا مش نلعب كونز، نلعب نط، فبنحط الكبار على الأطراف والصغار بالنص. أنا مرسل رح يجرب ينط، أنا مرسل من المبتدئين في النط، فرح يشرح للمبتدئين كيف ينطوا. مرسل أول إشي لما بدنا ننط بنمد إيدينا للأمام وركبنا بنحاول نسحبهم للأعلى لما ننط، وبننزل في وضعية سكوات. يلا جرب. برافو، ممتاز. زي هيك لازم تكون الوضعية الصح للنط. هلقيتها مرسل هجرب النط زي هيك على الارض بإشي كتير بسيط، بارتفاع كتير بسيط، مثلا هحط له عصايه وينط من فوقيها. يلا بعد الانجيل زي ما انتم متعودين اي حركه جديده بتخوفكم بنجربها على الانجيل، سواء نط او كيف نثبت بالسكيت. بعد الانجيل رح يجرب لنا اياها مرسل على الارض. يلا برافو عليك. هلقيت مرسل حطينا له هذا الارتفاع البسيط اللي هو بس عصايه على اساس انه كيف يتجاوزها وينط عنها. ابدا امشي بشكل شوي بطيء يا مرسل. ايوه يلا برافو، كمان مره. يمشي بحرك رجليه قبل ما يوصل للعصايه بشوي، بخليهم 11 وبنط وبنزل بهاي الوضعيه. برافو عليك يا مرسل. في عنا هاي الاشياء بنستخدمها ككنز، هينط عليهم مرسل بدل العصايه، انه بدنا نبلش نعلي شوي الارتفاع قبل ما نشوف لوين اكتر مدى ارتفاع هو بيقدر ينط. مرسل مستعد ينط كمان اعلى. لازم يا جماعه بالنط تضلكوا تعلوا بالارتفاع بشكل تدريجي جدا عشان تقدروا توصلوا للارتفاع اللي بدكم اياه. عادي ابدوا باشياء قليله زي هيك، بعدين بتبدوا تعلوا، تبدوش مره واحده او دفعه واحده على الاشي العالي مره واحده. يلا يا مرسل روح. ممتاز، برافو عليك. احط لمرسل سكيت بورد ينط من فوقي، بتقدر تعملها. يلا روح، هتقدر تعملها، بس يلا خد مني تحدي. يلا روح، يلا بتقدر، روح. صح يا بساسو، بجيبها. يلا ولد، برافو. مارسيل هو واح، برافو ممتاز. قيمت السكيت بورد هيك على اساس يصير في مدى اكتر، يعني مش بس ارتفاع، يكون في مدى. يلا كمان مرة يا مرسل، هاي في المدى. مش مشكلة، أصلا بلزموكاش، مش هتقع على ركبك. عامل الاشي صح فبضل معك ماشي الموضوع تمام. يلا بسم الله. برافو عليك. أنا معنا لاعب محترف
فهيفرجينا كيف ممكن تنط بشكل محترف. اهم اشي اللي هو نسحب ركبنا لفوق اكتر، صح يا بسيسو؟ يلا فرجينا كيف بدك تسحب ركبك. ناخد قفزة عالية جدا، نسحب ركبنا وبننزل بهذا الشكل. كيف لو بده ياخدها جانبية. اهم اشي في النط اللي هي النزلة، وكيف انت وانت ماشي تسحب ركبك اكتر ما تقدر لفوق لعند صدرك. يلا نجرب. بدنا نحط له مدى 3 سكيتات بورد جنب بعض. السكيت الواحد تقريبا يعني طويل السكيت واحد، يعني يمكن هو بالتصوير مش مبين بس كلكم بتعرفوه. كبير 4 اشبار فعلى هذا المدى هو راح ينط. يلا تعال. برافو. الآن بده يعمل علي. اللي قبل عملناه هو عبارة عن مدى، هلقيتها هنا علي. يلا يا بسيسو فرجينا كيف على العلي. برافو عليك. رح ينط بشكل على جنب، يعني هيرفع رجله على جنب. نص لف زي ما بدك. هاي اسمها نص لف.